بسبب الانستغرام انهت حياة اخوها بعد ما رفضت تمسحه ودخلت بعالم وتعرفت على مجموعة سيئة. صارت نهايتها حرفيا صادمة وحملتها ندم كلش كبير. انا عمر الساهي وهذا برنامج قصتنا. خلوا لايك للفيديو وتعال احكي لكم. هلا يا بشونكم. قصتنا اليوم بيها تفاصيل وأحداث ضروري الكل ينتبه إلها ويسمعها ويركز بيها زين. تبدي القصة ويا صاحبتها تقى اللي تحولت تحول عجيب. تقول تقى أنا بنت رب العالمين رزقني من الجمال نصيب كلش كبير، لكن عكس الناس صار جمالي الملفت هو أكبر مشاكلي، بحيث وصلت المرحلة كرهت شكلي وصار نقطة سوداء بحياتي. أنا عايشة ويا أمي وأبوي وعندي أخت أكبر مني وأخ أصغر مني. أختي الأكبر مني متزوجة وعايشة بغير محافظة. تقول أول مشاكل اللي بدت بعد ما عبرت ال10 سنين. صرت كل ما احضر مناسبة ويا امي الامهات اللي يكونون حاضرات يظلن يقول لي انت محجوزة لابننا ومن هذا كلام النسوان. وكنت جدا اتنرفز من اسمع هذه العبارة، لان كنت احس روحي مثل السلعة بكيفهم يحجزوها ويحجزوها لهذا والهذا. كبرت شوي وصار عمري 15 سنة وكنت طالبة وكلش احب مدرستي، وكان عندي بيت خالي ساكنين بنفس المنطقة وكلش قريبين علينا، وكانت بنت خالي هي صديقتي الوحيدة والاقرب لقلبي، وانا وياها نفس العمر. كان عندها اخ اكبر منها عمره فوق ال30 متزوج ومنفصل عن زوجته باول سنه من الزواج. تقول تقى انا ما كان عندي موبايل وبنت خالي كذلك ايضا ما كان عندها موبايل، فكان تواصلنا انا وياها وجه لوجه، اما انا اروح لها للبيت او هي تجيني. لحد ما سمعت بيوم من بنت خالي انه اخوها الكبير رايدني، قايل لها هي حلوه وانا معجب بيها ولازم اخذها ما تصير لغيري. بيومها قلت لبنت خالي لك هذا اخوك انا اعتبره خالي مو ابن خالي، لان اكبر مني بهوايه ومستحيل اوافق ولا رايد اتزوج ولا مفكره. لكن تقول ابن خالي ظل يلح بالموضوع الى ان وصلني المرحله حكيت وياه وجه لوجه. قلت له الله يخليك انا معتبرتك اخ كبير وعوف هذا الموضوع. وهو ظل يلح بالموضوع ويقول لي انت جوهره ولازم ما افرط بيك ولازم تصيرين زوجتي، وما تركني ولا خلاني ارتاح، واجى تقدم لي حتى يخليني امام الامر الواقع. وطبعا انا بوقتها رفضت ووالدي رفض وخصم الموضوع، وباعتبار والدي رجل شرقي منعني ازور بيت خالي مره ثانيه، لان عرف وتاكد انه ابن خالي كان حاط عينه علي لما اروح لهم. بلحظتها تقول تقى كرهت روحي لان خسرت اعز صديقه الي، لان ابن خالي بعد ما رفضناه زعل ومنع بنت خالي تدخل علينا، وصرنا انا وياها نلتقي فقط بالمناسبات وكلش تاذيت بسبب هذا الشيء. المهم بعدها تقول بلشت وياي المضايقات لما اروح للمدرسه، هذا اللي يجي يشمر له سالفه وهو ماشي، وذاك اللي يظل يمشي وياي ويباوع لي كل الطريق، بحيث وصلت المرحله انا بعمر 16 سنه ردت البس نقاب حتى بس اخلص من مضايقات الشباب وتلقيح الكلام، لان كنت اكره روحي لما اسمع كلمه من متحرش، وكنت اخاف اقول لوالدي لان اعرفه جدا متعصب، اخاف يسوي مشكله كبيره بسببي ويبطلني بعدها من المدرسه. المهم عبرت من المتوسطه على الثانويه واهلي اخيرا اخذوا لي موبايل، صرت استفيد منه بالدراسه وبالفراغ اتصفح بيه واقضي وقت. بهاي الفتره تقول طلع لي شخص بحياتي كان ساكن بمنطقتنا. بالبدايه ظل يوقف لي بالطريق ويباوع لي، بعدين صار يمشي وراي لما اروح للمدرسه، لو يوقف لي بالركن واني طالعه. طور الموضوع شوي شوي الى ان صار يشمر كلام ايش هالجمال ومن هذا الكلام. تقول تقى انا كنت اغلي من داخلي لان انجم من هاي التصرفات، وهو ظل يحاول ويحاول ويلح بالموضوع الى ان خلاني بيوم اقفل عليه. قلت هذا لازم اخليه لحد حتى يتوب ويتركني بحالي. كنت راجع بيوم من المدرسه وهو ظل يمشي كلش قريب علي وظل يشمر علي حكي انت شحلاتك وانت ملكه جمال المنطقه، واني من داخلي نار واغلي عليه. اخر شيء وقفت قلت له انت شرايد مني بالضبط؟ هو بلحظتها فرح عباله اريد اتعرف عليه لو ادردش وياه بالكلام. تقرب علي وقال لي اني كلش معجب بيك واذا ممكن تنطيني رقمك. قلت له ها تمام تريد رقمي، ومديت ايدي على حذائي بسرعه نزعته وضربته على راسه، وهو حاول يبتعد عني ونزعت التك الثاني وضربته من البعد، والناس البعيدين كلهم شافوا الموقف واجوا وتقربوا علينا، وهو ظل مذهول بعد ما يعرف شو يسوي، ولما شاف الناس تقربوا علينا راح ركض. بعدها تقول أنا شفه غليلي ورجعت للبيت، وطول الطريق أقول بداخلي يا رب أهلي ما يعرفون بالموضوع، لأن إذا سمعوا راح تصير مشكلة كبيرة، وأبويا إنسان صعب ومتعصب. لكن الحمد لله ما حد من أهلي سمع باللي صار، وأني برد قلبي قلت ها هي خلاص خلصت من هذا المزعج أخيرا وراح ارتاح. وعدى أكثر من شهرين وهذا الشخص ما شفته بطريق نهائيا. قلت إذن هذا صار له درس وبعد ما راح يقابلني. وبيوم تفاجأت والدي إجا علي للمدرسة وأخذني للبيت، وبلحظتها كان شكله كلش
متعصب. سألته بابا شبيك؟ قال لي ايش ولا كلمة. ولما وصلنا للبيت دخلت لقيت ابن خالي وابن عمي يمنا بالبيت. اخذني ابويا من ايدي ودخلني يمهم بالصالة واخذ تليفوناتهم الاثنين وشمرهن علي. قال لي شوفي. لما بوعت بتليفوناتهم واذا بي اشوف صوري بجهاز ابن عمي وابن خالي. قلت لهم شنو هاي؟ من وين جيتكم هاي الصور؟ قالوا اكو حساب دخل علينا ودزهن إلنا وقال لنا هاي قرايبكم تحكي وياي وتدز لي صورها. تقول تقى بيومها اني من الصدمه راد يغمى علي. قلت لهم مستحيل والله اني ما دازه صوري لاحد ولا حاكي ويا احد ولا دازه صوري حتى لصديقاتي. وابويا كلش انفعل علي وقال لي هسه تقولي لي المن دازه صورك؟ قلت له والله ما دزيت صور لاحد وما اعرف شلون طلعن بيش تريد احلف لك انا مستعده. تقول ابويا ظل معصب تقريبا ساعتين وحسيت راح يصير بي شيء من قد العصبيه. اخر شيء قال لي تقومين من قدام وجهي ما اريد اشوفك وتليفون بعد ما تلزمين وطلع من البيت بعد ماكو والمدرسه بعد ما توصلي. هنا تقى تقول اني انهاريت من كل عقلي لان اعرف والدي من يقول شيء ما يتراجع عنه. حسيت نفسي بوقتها كلش انظلمت واني ما الي ذنب وظليت ايام مقهوره وقاعده بغرفتي وحابسه نفسي وافكر بيني وبين نفسي منو سوى هيك وشلون طلع عن صوري واني حتى لصديقاتي مدازتهن ولا لقريباتي ولا ماخذه بيوم صوره بجهاز وحده من صديقاتي ولا وحده من اقربائي. والصور اللي شفتهن بجهاز ابن عمي وابن خالي ذني صوري واني ماخذتهن بجهازي وفقط عندي موجودات. تقول تقى اخوي الاصغر مني كان عمره 14 سنه وكان كلش يحبني وكنا متفاهمين وهو الوحيد اللي كان مصدقني وظل دائما يقول لي اني ادري بيك ما تسوين هيك وادري بيك ما دازه صورك لاحد ولا حاكي ويا احد بس لازم نعرف شلون طلعن الصور. اخر شي تقول تقى اني توصلت انه الشاب اللي ضربته اني بالشارع هو اللي سوى هيك ماكو غيره لان الفتره اللي عدت بين ضربتي له بالشارع وبين موقف الصور كلش قريبه واني ما عندي عداوه ويا اي احد لا صديقه ولا قريبه ولا اي بشر. لكن تقول المشكله شقول الاهلي واني ما عندي دليل عليه. حاولت ويا امي وتوسلت بيها واخذت جهازي بدون ما يدري ابويا وتواصلت ويا صديقاتي وكلهن سالتهن اكو وحده من عندك ماخذه صوري من جهازي؟ كلهن قال لا والله ما اخذنا كل شيء من جهازك ولا سحبنا اي صوره. لكن تقول اكو وحده منهن انا كنت شاكه بيها لان هي الوحيده بهاي الفتره طلبت موبايلي مني مرتين. قالت لي بس اخذ بيه صوره وانقلهن على جهازي لان كاميرا جهازك حلوه. واخر مره اخذته مني راحت افترت بيه بالمدرسه اخذت صور وجابت لي اياه ومتاكده هي الوحيده اللي تقدر تنقل صوري من الجهاز. لكن تقول تقى شي فيد شلون راح اقدر اثبت عليها واكيد اذا قلت لها راح تنكر واني والدي خلاص قرر وبطلني من المدرسه وما راح اقدر اسوي شيء ولا اغير شيء. ظلمني وتغيرت معاملته الي وحسسني انه انا بيه نقص فقط لان الله خلقني بنت. بعدها تقول بسبب هذا الموقف زاد عندي الحقد على الشباب بشكل فظيع وصرت اكره شيء اسمه رجل حتى لو ما مأذيني. كرهت نفسي وكرهت شكلي وصرت ادعي على نفسي يتشوه جمالي حتى ارتاح. ظليت 5 سنين قاعده بالبيت بدون لا دراسه ولا طلعه الى ان تدمرت. بعد لا ينفع ارجع ادرس واساسا كرهت الدراسه وكرهت كل شيء. تقول بعد فتره من المشكله قدرت اخذ جهازي بعلم ابويا وطول هاي السنين كنت فقط منزله الانستغرام بجهازي. ما توقعت اللي راح يصير بيه بسبب هذا التطبيق وراح تدمر حياتي. تقول تقى بسبب اللي صارت عندي ردة فعل من كل الشباب وكنت دائما بحسابي على الانستغرام انزل ضدهم واحكي عليهم وكل منشور كان يطلع قدامي يدافع عن المرأة ضد الرجل كنت اعلق عليه. واخويا كان يعرف حسابي واحيانا كان يلزم جهازي ويتصفح بيه وكان دائما يقول لي انت ليش هيك معصبه وليش دائما تحكين على الشباب وكنت دائما اقول له اكرههم لان هم اللي يدمرون البنت بتخلفهم. وظليت على هذا الحال الى ان بيوم دخلت لي بنت قالت انا متابعتك وملاحظه انك نفس تفكيري ومنشوراتك كلش تعجبني دائما تدافعين عن المرأة وعن حقوقها وتنتقدين افعال الشباب. قلت لها ايه شكرا الك. قالت انت زين ليش ما تنضمين ويانا وتكونين نسويه؟ قلت لها شنو يعني النسويه وين انضم وياكم؟ قالت احنا عندنا جروب على الانستغرام اسمه جروب النسويات وكله بنات فقط وكل البنات اللي بيه عندهن مواقف وردة فعل من الشباب والفكر اللي عندنا كلش راح يعجبك وراح تحبيه لان احنا ضد تعصب الاهل وتصرفاتهم وتقييدهم لحريه البنت. تقول تقى اني كلش حبيت الموضوع لانه يلامس تفكيري ونزل على الجرح. قلت لها تمام اني موافقه انضم وياكم وبنفس اليوم ضافتني للجروب على الانستغرام اسمه النسويات وكان بالجروب عدد من البنات تقريبا 15 بنت وكانت اكو وحده مسؤوله على هذا الجروب هي اللي كانت دائما توجهنا وتنصحنا وكانت دائما تحكي لنا عن حياتها وانه هي شلون عايشه حره وشلون تركت اهلها وما رضت بالظلم وانه المراه لازم ما تتقيد ولازم تاخذ حقها بالحياه ولازم البنت ما ترضى على نفسها الظلم
وتتمرد حتى لو على أهلها. تقول تقى أنا كلش تأثرت بكلامهم وتغير كل تفكيري، وحتى تصرفاتي بالبيت تغيرت وصرت دائما أتعارك ويا أهلي وما أرضى على تصرفاتهم. وبيوم من الأيام أخوي أخذ جهازي يتصفح بي ودخل على المحادثات وشاف الجروب وقرأ الدردشة، وإجي نصحني قال لي أنا شفت هذا الجروب وشفت الكلام اللي بيه واطلعي منه ولا تظلين بيه لأن ذن البنات راح يأذنك، وامسح الانستغرام نهائيا واخلص منه لأن أنت تتأذين بسببه. لكن تقول أنا ما سمعت كلامه وكنت أحسه هو ملجأ الوحيد اللي أنفه بيه عن نفسي، والجروب كان بالنسبة لي كل شيء بحياتي. قلت له أنا مستحيل أمسح الانستغرام ومستحيل أغادر هذا الجروب لأن هذا الجروب هو اللي يوعيني ومستحيل يأذيني. وظليت دائما بهذا الجروب أسمع تحريض منه ومنه أتعارك ويا أهلي، لحد ما وصلت لمرحلة صرت أكره عيشتي ويا أهلي وما أطيقها، وصرت دائما أكتب لهم بالجروب وأشكي لهم وأحكي لهم شلون أنا متضايقة من عيشتي. فبيوم من الأيام مديرة الجروب قالت أنت ليش راضية بهاي العيشة وليش ظالمة نفسك وباقية؟ اتركيهم واطلعي. قلت لها وين أروح؟ قالت تعاي عيشي يمي، أنا عايشة وحدي مرتاحة وأسوي اللي يعجبني وأطلع بكيفي شو وقت ما عجبني واشتغل ومعيشة نفسي بكرامة وما حد يتحكم بي. ولما شافتني بديت استجيب لكلامها دخلت لي على الخاص وظلت تحكي وياي لحد ما غسلت مخي ووافقت. قلت لها خلاص أنا قررت أطلع من أهلي وراح أجي أعيش وياك، بس شلون راح أجيك وأوصل ليش؟ قالت أنت مالك علاقة، انطيني عنوانك وأنا أجي بسيارتي وأخذك. انطيتها العنوان وبيوم اجتني ببداية الليل وقالت أنا واقفت لك بالشارع اطلعي. ولما طلعت من البيت أثار أخوي كان مراقبني وأنا ما أدري، طلعت أتمشى من البيت وكان بيتنا كلش قريب على الشارع العام. فأول ما وصلت الشارع التفتت شفت أخوي طلع وراي يركض من البيت. أنا من شفته طلع يركض وراي ركضت وحاولت أعبر الشارع بسرعة لأن السيارة كانت واقفة على السايد الثاني تنتظرني. حاولت قدر الإمكان ألحق أصعد بيها قبل لا يوصلني. عبرت الشارع بسرعة وبعدني ما صعد بالسيارة انتبهت أخوي عبر الشارع يركض من خوفه علي وما التفت، وإجت سيارة وصدمته ووقع قدامي بالشارع. أنا بلحظتها رجعت أركض عليه مثل المجنونة والناس كلها التمت، ومديرة الجروب اللي كانت تنتظرني بالسيارة التفتت ما لقيتها، والناس بسرعة أخذوا أخوي وطلعوا بيه على المستشفى، لكن لما وصل توفى. بلحظتها تقول تقى احس روحي راحت مني وما اعرف شو اسوي وما اعرف شنو اقول لاهلي على اللي صار، ظليت حايره شنو ابرر واضطريت اكذب عليهم. قلت لهم شفته طلع يركض من البيت وطلعت وراه وشفته عبر الشارع ودعمته سياره. تقول ما كان بيدي حل ثاني غير اكذب عليهم، يعني شريد اقول لهم ارد اقول لهم انا السبب. ومن بعدها تقول والله حسيت بندم بس رب العالمين يعلم بي، حسيت على نفسي وعرفت غلطي ورحت حكيت ويا البنات بالجروب قلت لهن انتن السبب الله لا يوفقكن انتن لعبتن بعقلي. وبلحظتها كلهن زعلن وتبرن وقالن احنا ما جبرناك على شيء، انت اللي كنت رايده تطلعين من اهلك برضاتك، وبعدها طردني من الجروب وكلهن حضرني. ولهذا اليوم تقول تقى الندم ياكل بيا دمرني دمار، كل هذا صار بيا بسبب ردة فعل مبالغ بيها وسوء استخدامي لهذا البرنامج. وحايرة ما اعرف اشكل علما، لا اقدر اقول الحقيقة لاحد، لا اقدر احكي لاهلي، اريد بس احد يواسيني ولو بكلمة واحدة. يا جماعة مثل هذه القصة لازم الكل يركز بيها زين، يركز على كل تفاصيلها، ولازم نتعلم اهم شغلة انه ما نتخذ قرار على اساس ردة الفعل والتعصب. وبالمقابل لازم الاهل ينتبهون لابنائهم شنو يسوون، ولازم يعرفوهم شنو يتابعون وينتبهون لتفكيرهم اذا تغير فجأة، لان ممكن باي لحظة الابن ينجر في الاسوأ طريق. حبايبي اطلب منكم واتمنى تشاركون القصة وترسلوها لكل اصدقائكم واقاربكم يتعلمون منها وياخذون عبرة. تقى تنتظر رأيكم بالتعليقات، اكتبوا لها اللي بخاطركم، ولا تنسون تدعمون باللايك حتى توصل القصة لأكبر عدد ممكن. وللتذكير تابعونا على قناة سامراء الفضائية وعلى فيسبوك ويوتيوب، وهذه حساباتي تقدرون من خلالها تتواصلون وياي وترسلوا لي كل قصصكم. لحين ما نلتقي مرة ثانية اشوفكم على خير، في امان الله.